هاد الكابريولي اللي كنشوفو هي البي ام دبليو زد 4 او 89 35 اي اس درايف. هاد ال 89 هي الدوزيام جينيراسيون ديال زد 4 والانتاج ديالها بدا في 2009 وسالا في 2016. الديزاين ديال هاد زد 4 داروا جوج ديال المهندسات هما جوليان بليزي وناديا ارنو، وهاد ال 89 جابت معها بزاف ديال لي موتوريزاسيون معروفين عند عشاق بي ام دبليو، واللي هما الان 20 2 لتر توربو 4 سيلندر، والان 52 2 لتر 5 6 سيلندر اون ليني، والان 54 3 لتر 6 سيلندر اون ليني توين توربو. وهاد الفيرسيون اللي قدامنا خارجه بالان 54 يعني فيها محرك 3 لتر 6 سيلندر اون ليني توين توربو اسونس. وباش تكون معروفه عند الناس بي ام دبليو زادت داك اللوغو ديال 35 اي باش تقول للناس ان هذا المحرك توين توربو. واللي عنده معلومه اضافيه على هذه القضيه يخليها لينا في التعاليق. بالنسبه للخصائص ديال هذا الزد 4، هذا الان 54 6 سيلندر توين توربو كيديفلوبي 335 ديال الخيل وكوبل ديال 400 نيوتن متر. وهاد الموتوريزاسيون راه كتجي فقط بالبوطه فيتيس اوتوماتيك 7 رابور دي سي تي، ماشي بحال لي فيرسيون الاخرين اللي جايبين معاهم فقط بوطه فيتيس مانيويل سي رابور. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني ان هاد الزد 4 اللي عندنا دابا هي اقوى نسخه من الزد 4 في هاد لا جينيراسيون. هاد الفيرسيون ديال الزد 4 اللي عندنا كتبقى مميزه جدا، فهي ايكيبي بواحد لو سيستيم دو سوغاليمونطاسيون كونترولي نيميريكمون كيخدم ما بين 3 رابور و 7 رابور، فاش كيكون الريجيم موتور ما بين 1500 و 4500 دور بار مينوت، والنتيجه ديالو هي الكوبل ديالك كيدوز من 400 نيوتن متر ل 500 نيوتن متر. هاد الزد 4 صنعات وتجهزات خصيصا باش تماشى مع هاد البويسونس الكبيره، فكيف ما كتشوفوا الشاسي ديالها تري سبورتيف وكتخرج دو باز بلي جون 18، لي سيج كوير سبور، لي بارشوك كالوندر سبور، الفولون وبيان سور سسبونسيون حتى هما سبور. وحتى في السيفتي هاد ال 89 كتبقى بيان ايكيبي، فيها لو اس بي، لي دو فريناج في لي فيراج والفريناج دورجونس. وهاد ال 89 تباعت منها فقط 118,000 نسخه في العالم. وهذا الصديق اللي جاب لينا هاد النسخه يقدر يعتبر راسو محظوظ لانه كسب اقوى فيرسيون فيها. كيف ما غادي تشوفوا في هاد التيست درايف جربنا داك البوست اللي هضرنا عليه من قبل. في الحقيقه القياده ديال هاد الزد 4 ممتعه و ستريسونط اون ميم طون، حيت كل مره كنكسيري كنحس بواحد الكوبل ديجاجي قوي بزاف من طرف السياره. هنا غادي ننسحب ونخليكم تشوفوا مقاطع من تجربه السياقه ديال هاد الزد 4. الى اللقاء مع فيديو اخر.